إذا انتهت مباريات كأس العالم واشترك لاعبين 2 أو 3 أو أكثر في صدارة هدافي كأس العالم، جائزة هداف كأس العالم أو الحذاء الذهبي للمونديال كما يسميه الفيفا، مين اللي رح ياخدها؟ أو شو هي المعايير اللي رح يستند عليها الفيفا للفصل بين اللاعبين المتساوين في عدد الأهداف؟ البطولة شارفت على النهاية، باقي فقط لعبتين. يوم السبت كرواتيا في مواجهة المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما يوم الأحد اللقاء الكبير، الأرجنتين ضد فرنسا في مباراة اللقب، في مباراة البطولة. قبل هدول المباريتين عم نشوف ترتيب الهدافين على الشكل التالي. عندنا في المركز الأول ليونيل ميسي بالتساوي مع مبابي ب5 أهداف لكل لاعب. عندنا في المركز الثاني أوليفيه جيرو بالتشارك مع الفارز ب4 أهداف لكل لاعب. في أكثر من لاعب بيملكوا 3 أهداف، لكن منتخباتهم ودعت البطولة، فبالتالي ما في إمكانية تسجيل أهداف مستقبلية، بالتالي ما في إمكانية معادلة أرقام ميسي ومبابي، فهم خارج الحساب. أقرب المنافسين هم جراماريتش من كرواتيا بهدفين ويوسف الانصاري من المغرب بهدفين، لكن نحن عم نفترض انه المنافسة ما راح تطلع برات ميسي ومبابي وجيرو والفارز لانه هم الاقرب. حاليا التساوي بين ميسي ومبابي، اذا ظلت الامور على ما هي عليه الهداف راح يكون ميسي، لانه قوانين فيفا او اللوائح التي وضعتها فيفا لمونديال قطر واضحة. بتقول اللوائح اذا تساوى لاعبين 2 او اكثر في عدد الأهداف يتم النظر إلى عدد صناعة الأهداف، أي الأسيست. حاليا ميسي عنده 5 أهداف و3 أسيست، بينما مبابي عنده 5 أهداف و2 أسيست. طيب بدنا نفترض مبابي يعمل أسيست في المباراة، ما سجل، عمل أسيست، فصار التعادل في عدد الأهداف وعدد الأسيست. كل لاعب لديه 5 هدف زائد 3 أسيست. هون فيفا أيضا بأحد اللوائح ذكرت إنه إذا تم التساوي أيضا في عدد صناعة الأهداف يتم اللجوء إلى عدد الدقائق الملعوبة. اللاعب الذي لعب دقائق أقل هو من يكون هداف البطولة، بالتالي اللاعب اللي لعبان أقل رح يكون هو هداف البطولة، واللاعب اللي لعبان أكثر رح يكون هو صاحب الحذاء الفضي وليس الذهبي. طبعا هذا الشيء مشان تشجيع اللعب الفعال، ففيفا بتشوف انه اللاعب اللي لعبان 4 مباريات مثلا ومسجل 5 أهداف هو فعال على المرمى أكثر من لعبان 7 مباريات ومسجل 5 أهداف. فيفا ما نظرت إلى عدد ركلات الجزاء في بطولات تانية مثل الدوري الإنجليزي، لما بيتساوى لاعبين اللاعب اللي مسجل عدد ضربات جزاء أقل هو اللي بياخد الهداف. لكن في كأس العالم الأمر مختلف، عندنا أول شيء عدد الأهداف، ثاني شيء عدد الأسيست، ثالث شيء دقائق ملعوبة أقل. وهون ما في لاعبين يتساووا في عدد الدقائق الملعوبة. ليش؟ لأنه عدد الدقائق يحسب على الثانية أو في بعض الأحيان على الجزء من الثانية، فمن الاستحالة إنه تشوف، أو من الصعب مو من الاستحالة، إنه تشوف لاعبين 2 عندهم نفس عدد أجزاء الثانية من اللعب. فبالتالي رح تكون النهاية في المباراة النهائية بين ميسي ومبابي أو الفارز وجيرو للحسم على لقب هداف كأس العالم.